الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. قصة سخيفة جدا للغاية حصلت في العهد القديم مع واد شاب اسمه أمنون وأخته من أبوه بس مش من أمه اسمها سمار. الواد ده اتوضع في قلبه وفي فكره إنه يوقع في الخطية مع سمار. عمل نفسه عيان وتمارض بدل اليوم يومين. أبوه داود الملك لما عرف إنه الواد ابنه البكر عيان قال أروح أزوره. فدخل داود الملك على ابنه أمنون لقاه مكرمش كده وعامل عيان. قال له مالك؟ قال له عيان يابا، لو تعمل فيا معروف وتبعت لي أختي سمار تخبز لي كعكتين وتأكلهمني أخف وأبقى تمام. داود شرب الطعم وبعد جاب سمار تخدم على أخوها. جت سمار خبزت الكعكتين وراحت لأخوها تقول له كل. قال لها لا مش آكل. قالت له ما أنت قلت لأبويا لو سمار خبزت لي الكعكتين هخف، كل. قال لها أكل من إيدك. قالت له ماشي. قطعت من الكعكاية وجت تديله تأكله، فقال لها لا مش آكل. قالت له وبعدين معاك؟ قال لها طلع الخدامين والناس الواقفين بره واغلق الباب. طلعت الناس وقفلت الباب وجت تتأكله. اعتدى عليها ووقعها في الخطية وشيلها الطين. قعدت تبكي وزعلت، فهو كرهها كره شديد فطردها من بيته بطريقة متعبة جدا للأعصاب، لدرجة إنها أول ما طلعت من الباب كانت تاخد بإيديها تراب ورماد وتحط على راسها وتصرخ. أخوها أبشالوم ابن أمها وأبوها عرف اللي حصل، فجه أخدها هيلا بيلا وروح بيها على بيته هو، مش بيت أبوها. روح على بيت أبشالوم تقعد عنده بدل السنة سنتين. أبوها داود عرف، زعل بس ما عملش حاجة. ولكن أبشالوم قعدها عنده سنتين ودي عمل وليمة ذبح وطبيخ وأكل وهيصة. قال لأبوه تعال أحضر. قال له مش أحضر. قال له هاخد أمنون أخويا يحضر. قال له خده. عد على أمنون في البيت، أخد أمنون معاه يحضر الوليمة، أكلوا وشربوا خمرة وسكروا إلى أن طاب قلبه. وجي قال للغلام اللي معاه اقتل أمنون. قال له يا سيدي أبشالوم. قال له اسمع الكلام، اقتل أمنون. وقام الغلام قتل أمنون. فاللي موجودين قالوا له يا أبشالوم هيموتوك، لأن الناموس بيقول القاتل يقتل، وأبوك غضب عليك، هتعمل إيه؟ قال أهرب وافلت بجلدي. هرب أبشالوم عدد كبير من السنين، وجي رئيس الجيش بتاع داود اسمه يؤاب بن سروية. اسمه إيه؟ يؤاب بن سروية. راح عند بلد مش فاكر اسمها، تقول توقع، هي توقع. راح عند بلد اسمها توقع، جاب واحدة ست حكيمة لبسها لبس اسود، بس لبس اسود فقير، مش بتاع الناس الاستقراط بتاعت مصر الجديدة، لا لا لا، لبس اسود من بتاع الناس الغلابة. واتفق معها على خطة تعملها تدخل بيها عند داود الملك. دخلت الست الحكيمة اللي هي بتاعت توقع دي ودخلت عند داود وقالت يا جلالة الملك يا ليتك تسمعني ليحيى الملك. قال لها ايه يا ست انت عايزة ايه؟ قالت له اطلب من الله ان يعطيك اذانا للسمع لتسمعني، لاني انسانة مرة النفس، لاني ارملة ولدي ولدين رجالة جدعان. الوادين ولادي راحوا الغيط وحصل بينهم وبين بعض سوء تفاهم، قام واحد على التاني قتلوا، وجاي العشيرة اللي أنا عايشة في وسطيهم جايين يطلبوني ويقولوا لي هات الواد ابنك القاتل، لأن الناموس يقول القاتل يقتل.
وانا يا جلالة الملك مالية غيرهم الوادين وابوهم مات، اجيب عيال منين تاني؟ وواد مات يا جلالة الملك والتاني عايزين ياخدوه مني يموتوه، اعمل ايه؟ قال لها روحي يا ستي يا حكيمة يا غلبانة يا فقيرة انت يا مرة النفس، روحي بيتكم وانا هنظر لامرك. قالت له اروح فين؟ ده انا اول ما اطلع من عندك يا جلالة الملك هيمسكوني يعرفوا مني الواد فين ويقتلوا الواد، هو انت لسه هتلحق تنظر في امري؟ قال لها طيب يا اللي قبلك يا ستي انا بقول لك امشي دلوقتي، اللي قبلك قولي له ان انا كنت عند الملك داوود والملك داوود اداني برهان وقال لي انه ما حدش من العساكر يكلم ابني وما تخافيش على ابنك. قالت له من امتى يا جلالة الملك العساكر والجنود بتوعك بيسمعوا على الفقراء؟ ده انا فقيرة ومرة النفس وابني لو مات انا نموت، انا ايه حالي؟ لا يا جلالة الملك انا مش طالعة من قدامك. شوف ألحت عليه فقال لها ده قالت له ما بيسمعوش كلامي وهيوقعوك في الغلط يا ملك وهتكون قلت كلام وما تعملش بيه. فقال لها حي هو رب الجنود لا تسقط شعرة من رأس ابنك على الأرض ما دمت حيا، خلاص الموضوع معايا وابنك في حمايتي. ضحكت الست الفقيرة دي المليانة بالحكمة، ضحكت كده وابتسمت وقالت له عندي كلمة عايز أقولها لك بقى بعد الحوار اللي حصل بيني وبينك، عايز أقول لك على حاجة. قال لها إيه تاني؟ قالت له أرى أنه لديك حكمة مثل حكمة الملائكة. شوف الوصف، شوف الكلام الكبار قوي ده. قالت له كده أنت عندك حكمة زي حكمة الملائكة، بس لماذا يا جلالة الملك تتبع الحكمة هذه معانا إحنا الشعب اللي أصلا دمنا تمنه زي تمن المية، احنا اصلا ناس ملناش لازمة ومش قادر ترحم ابنك ابشالوم؟ لماذا لم تتبع الحكمة مع ابنك ابشالوم وجاي علي انا يا فقيرة يا غلبانة يا اللي اصلا دمي ملوش تمن ومش حاطط ابنك في الاعتبار؟ الكلام وجع داوود قوي. فقال لها انت مين اللي بعتك؟ يؤاب ابن سراوية. قالت له ايوه رئيس الجيش بتاعك، قال لي اجي اقول لك على الكلام ده وهو اللي دخلني ليك. فنده الخدم اندهولي يؤاب، تعالى يا يؤاب. قال لي يا يؤاب عارف مكان ابشالوم؟ كان يؤاب وابشالوم اصحاب. قال له ايوه يا جلالة الملك. قال له طب روح يا يؤاب، يا يؤاب انت وجدت نعمة في عيني، اذهب احضر لي ابشالوم ابني لاني قد غفرت له خطيته. ايه ده قاتل يا جلالة الملك والقاتل يقتل. يقول لي لا، ما اصله انت يا يؤاب ابن سراوية والست الحكيمة الفقيرة دي تشفعتم في عيني، وجدت نعمة انت وهي في عيني، فانا خلاص سمحت وغفرت للخطية اللي عملها ابشالوم ليحيى ابشالوم واقبله واغفر له غلطته. وراح جابه وعاش ابشالوم، ما ماتش بسبب الموضوع ده. خلي بالكم ناس من الارض، يؤاب ابن سراوية وست غلبانة فقيرة تشفعت عند الملك داوود فغفر خطية ابنه ابشالوم وايه واداله حياة. ده عنده جريمة قتل لابد ان يقتل. لا لا لا، بدأت الحياة من جديد بسبب شفاعة مين؟ يؤاب ابن سراوية والست الغلبانة الفقيرة التقية دي الحكيمة. وانا وانت بنيجي في نهضة الست العذراء مريم كل سنة، الاباء الحلوين يعملوا لنا نهضة عشان ننهض في علاقتنا بربنا، ونيجي ونقرب. رايحين فين يا ناس؟ يقولوا رايحين نقول في الكنيسة بشفاعة والدة الإله القديسة يا رب نعم. ايه الكلام اللي بتقولوه ده يا مسيحيين؟ هي الست العذراء تتشفع لدى ربنا يغفر لينا خطايانا؟ ده كلام الكلام اللي يدخل العقل ده ازاي بس؟ ده أجرة الخطية موت، وكل نفس
تخطئ هي تموت، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك إيه؟ تهلكون. وإن كانت الخطية واحدة دخلت للعالم فدخل الموت، يبقى أجرة الخطية موت. ينفع أقف قدام ربنا يسوع المسيح أقول له بشفاعة العذراء اغفر لي خطيتي؟ يقول لي أيوة ينفع. احنا بقالنا 2000 سنة بنقول بشفاعات العذراء ربنا يغفر خطايانا. جايين دلوقتي انتوا يا بتوع اليومين دول القرن العشرين ولا الواحد تقولوا ازاي العذراء؟ انا فاهمك واحدة واحدة ازاي العذراء تتشفع للمسيح يغفر لنا خطايانا. وده امر علوي، مش ام تخف ولا البت تتجوز ولا يرزقني بقرشين ولا الامور الارضية دي امور سهلة وبسيطة. غفران الخطايا ده بدم المسيح يا عم. هو الوحيد اللي أحبنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا عشان يغفر لنا خطايانا. يبقى ازاي بس العذراء تتشفع للمسيح يغفر خطايانا؟ يقول لك أصل العذراء والست الأم تحس بالكلام ده كل يا ستي يا لما الواد ابنك يتلم عليه شلة بايظة فيبدأ هو والشلة يعملوا حاجات بايخة، وتبقى حضرتك واقفة في البلكونة غلبانة فقيرة واقفة في البلكونة مستنية ايه؟ تقول لي مستنية اشوف الواد بس، اشوفه بس كده الواد يجي بس، ده واد خاطي. تقول لي ابني يا ابونا ايه ده؟ الواد بايظ وبيعمل حاجات بايخة. تقول لي بس ابني اشوفه بس دخل الشارع في نص الليل كده، ساعتها بس اعرف انام. مشاعر الأمومة تحسيها يا أمي، تشعريها. مشاعر الأمومة تخلي أمي العذراء تقف قدام ربنا تقول له اغفر خطية الواد ولدي ده. طب ما هو أم العذراء دي يا أم المسيح، مالها ومالي يا راجل؟ ده أم المسيح، أمنا يا عذراء يا أم المسيح، هي برضو أمي أنا. الست العذراء مريم اللي هتشفع للمسيح يغفر لي خطيتي هي أمي. ده لو ما كانتش أمي ما كانتش ترضى تشفع في الخاطي. تقول وانا ليه؟ ده الطيور تقع على أشكالها، وانا ايه اللي يخليني اقول انه ده ابني ولا بتاع وهو خاطي؟ هي أمي. المسيح قاعد قالوا له امك جت بره، قال لهم من هو؟ الذي يصنع مشيئة أبي الذي في السماوات هو أخي واختي. بينا اخوه الرب يا حبايب. انتوا واخدينها بتوع مصر الجديده على ان دول الفجراء. اخوه الرب اللي في الصعيد يا ابونا رايحين خدمه هنا، احنا كلنا اخوه الرب. الذين يؤمنون به اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله. الذين ينقضون بالروح القدس اولئك هم ابناء الله. ايه ده البنوة الغاية؟ عشان كده اتقال عن يسوع المسيح ايه؟ بكر بين اخوة كثيرين. احنا الاخوة الكثيرين. صدقوا بقى طلعنا اخوة رب. وطالما ان اخوة الرب، ام الرب مين؟ العذراء مريم. ام الرب مين؟ جاوبوني. العذراء مريم ام مين؟ ام يسوع. واحنا طلعنا اخوة الرب يسوع، يبقى العذراء مريم ام مين؟ امنا. تقف العذراء مريم امنا قدام ربنا يسوع المسيح تشفع لنا ربنا يغفر لنا خطايانا. زي ما وقف في القديم واحد اسمه ابراهيم لما ربنا اراد انه يهلك مدينة عظيمة اسمها سدوم. القصة بتاعت سدوم وعمورة. عارفين ربنا يقول ايه؟ هل اخفي عن عبدي ابراهيم ما انا فاعل؟ ليه يعني؟ ابراهيم ده صنعة ايديك، وبني ادم بيجوع ويعطش وياكل ويخش ينام وتعبان يعني زينا وبيعيا وكمان بيغلط وبيكذب. يعني ما هوش يعني قدوس ولا بار، هو راجل كبارة من القديسين الكبار، ولكن ليه غلطات برضه. ليه يعني؟ علشان عايز تهلك الشعب ده كله. يقول اصل ده خليلي، ده صديقي، ده حبيبي يا جدع، هتسوي الناس كلها زيهم زي بعضهم؟ لا لا لا، ده مش هقدر اخفي عنه. طيب يا رب
لما هتروح تقول لابراهيم انك انت هتولع في البلد وتنزل عليهم نار وكبريت، اكيد هيقول لك لتكن مشيئتك. الكتاب ما قالناش انه قال لتكن مشيئتك، قال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا. يا إبراهيم خد بالك، بتتكلم مع ربنا، بتقول إيه؟ بقول اللي جوايا، أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا، إن وجد 50 برا في المدينة أتهلك البار مع الأسيم. فربنا شوف الشفاعة القوية بتاعة أبويا إبراهيم في شعب سدوم وعمورة، كلهم شفاعة قوية للغاية من بني آدم زيه زينا، خلي بالك، لكن مميز عندنا، مميز أوي لقبل الله، لأنه نجم يمتاز عن نجم. أنت يا عم يا نجم، في نجم يمتاز عنك، ما تحطش راسك من رؤوس الكبارات القديسين اللي أبونا بيمسك الشورية ويروح السلام لماري مرقس. أنا أقول إيه؟ هو ماله؟ طب إحنا كنيسة ماري جرجس وأبونا يجي يمسك الشورية ويقول السلام لماري جرجس. يا راجل، طب ماري جرجس ده قدم رقبته للمسيح، إحنا بنقدم إيه؟ إحنا مش عارفين ندفع العشور المتأخرة، احنا غلابه قوي، واحنا عارفين نعمل القانون اللي عنينا اصلا من صلاه وعباده روحيه ومصالحات للناس اللي حواليا، ده احنا غلابه قوي. يبقى نجم يمتاز عن نجم. اتشفع ابويا ابراهيم في سدوم وعموره. عارفين ربنا يجاوب اجابه يبين برضه من لسان الله انه في شفاعه قويه، يقول له ال50 واحد لو في 50 بار في المدينه هيعمل ايه ربنا؟ هياخدهم على جنبه ويولع في الباقيين؟ لا، قال له امحو غضبي واعفيهم كل المنطقه. يا رب، يقول عشان الاقي بس 50. طب حتى لما ابويا ابراهيم فضل في الشفاعه يتوسل امام الله لدرجه انه قال له طب لو 10، وانتوا عارفين الحدوته 50 40 30 20 10، قال له لو في 10، لا 10 قليلين، طلعهم بره ولا حاجه وولع في الباقيين. يقول لا برضه، لو في 10 ده عدد قليل جدا، لو في 10 انا اغفر للكل. ايه ده؟ شفاعه لغفران الخطايا من 10 ناس كويسين. صدقني واحد في العماره كويس يشفع في العماره كلها. واحد كويس في الكنيسه، احنا بالالافات اهو عارفين واحد كويس في الكنيسه، تلاقي بركة ربنا مالية الكنيسة باستمرار، عمر ما يحصل فيها أي نزاع. ليه؟ عشان عمه فلان ده حاضر معانا. يا الله، ممكن الكهرباء تقطع في الدنيا كلها وتيجي عندنا ما تقطعش، في يا رب؟ يقول لا لا لا، أنتم منورين. ليه؟ أصل عمه فلان في وسطيكم. واحد يبارك مجتمع. حد من الآباء الحلوين قوي في الوعظة كان بيقول كده، بيقول عارفين ليه لغاية دلوقتي الله يتأنى على البشرية وما خلصهاش؟ عشان في رهبان قديسين في الجبال ما زالت صلتهم قوية بالله، يصلوا من أجل أنه الله يرفع غضبه عن العالم أجمع. شوف الكلام، واحد بس كويس. يا رب هو أنت بتقبل الشفاعة؟ يقول أيوة طبعا بقبل الشفاعة من الناس الكويسين في باقي الناس كلهم. كم مرة يا رب؟ كل شوية. طب راجع كده في العهد القديم، سليمان غلط وغلطاته بشعة، يجي ربنا عايز يقسم المملكة، فيقول لسليمان ايه؟ لأجل داود عبدي مش هقسم المملكة في عهدك يا سليمان. يجي رحبعام ابن سليمان تتقسم المملكة، يقول له يا واد لأجل جدك داود اللي هو لأجل داود عبدي هسيب لك سبط، بدل ما ياخدوا كل الأسباط هسيب لأجل داود عبدي، دي اتقالت كذا. فممكن ربنا يقول لي دلوقتي لأجل أبونا فلتأوس. هتقول لي ابونا لسه الكنيسه ما اعترفتش بقداسته، طب خلاص لاجل ابونا بشوي كامل هخلي بالي منك انت كاهن، وابونا بشوي كامل كاهن. طب انا هخلي بالي منك انت كاهن علشان خاطر بس الكاهن ابونا بشوي كامل صلى من اجل الكهنه، فانا هخلي عشان خاطر. عارفين كلمه علشان خاطري كلمه حلوه صح؟ لما تيجي الست هانم تقول لك تبقى تجيب كذا كذا معاك عشان خاطري، يوي تجيب لها بالاكوام عشان قالت لك عشان خاطري. لكن عارف لو اسمع وانت جاي تجيب كذا معاك، تروح لها عيان تقول لها انا مش عارف الشليت في السكه ولا ايه. اصل الاوامر بايخه بايخه جو الاوامر، فيعني عشان خاطري. لما الفاز التماني وبلدة الشوحي وصفر النعماني ضايقوا ايوب مضايقه جامده قوي في التجربه بتاعته،
في الأصحاح 42 في النهاية كده ربنا يظهر لأليفاز التماني، وقال الله لأليفاز: أنت وأصدقائك اللي هو صفر النعماني وبلدة الشوحي لأجل الكلام الذي كان ليس عن صواب، فخذوا 7 كباش و7 سيران وروحوا بيهم لعبد أيوب يقدمهم محرقة أمامي، وعبد أيوب يصلي لأجلكم. يا رب يعني تواضعت وارتضيت انك تظهر لأليفاز وتتكلم وياه، ما تقول له اني سامحتك، قول له غفرت لك. مدخل واحد في الموضوع ليه؟ يقول هو انت هتحط نفسك جنب ايوب ولا ايه؟ هو فينا حد سمعتم بصبر ايوب؟ احنا غلابه قوي جنب ايوب، ما تحطش نفسك، ما تسويش الروس جنب بعضها يا عم. هو انا طب ايه رايك في واحد زي ايليا؟ يا رب وقف المطره. طب يوم 2 3 اسبوع يقول لك 3 سنين ونص. طب ايه رايكم في صلواتنا احنا عامله ايه؟ قعدت اصلي واقول يا رب اشف امي، يا رب اشف امي، ماتت امي. هنقول له يا رب وقف المطره، وقفها ربنا. ايه ده؟ بيتحكم في الطبيعه، في السماوات، في السحب. عارف يتحكم ازاي في السحب؟ دي قال لي ربنا يا رب مطر، بالميم مش بالنون، مطر. يحصل ايه؟ تتجمع السحب من كل مكان والغيمه وتغيم والمطره تشتغل. ايه يا اخويا الشغل العلوي دي؟ هو ده واحد زيه؟ ولا اقول بشفاعات ابويا ايليا؟ هو اصلا مات ازاي اصلا؟ ده خدته مركبه، احنا الصناديق ماليه التراب. راح فين ابويا ايليا ده؟ رايح على فين ايليا النبي؟ قال لك ده مركبه ناريه خدته. وانا الغريب ان جاي دلوقتي نقول راسه براسه واحنا كلنا بني ادمين، احنا فينا الروح القدس ونشتغل شغال فينا يا عم ده اتلم حواليه 450 من انبياء البعل. عمنا ايليا ده اجراها في ملوك الاول اصحاح 13. 450 من انبياء البعل. يحصل ايه؟ يقول لهم انتوا قدموا ذبيحه وانا اقدم ذبيحه، واللي ذبيحته تتجبل ايه اللي يحصل له؟ يبقى ده ربنا بتاعه. فراحوا يقدموا الذبيحه ويحطوها على المذبح، وحطوا حواليها الحطب عشان تبقى جاهزه ربنا تنزل نار تولع وخلصوا، ويبقى كده 450 بيعبدوا ربنا. فضلوا يقولوا للظهريه لحد نص النهار. اتريق عليهم وقال لهم علوا صوتكم ليكن ربنا بتاعكم نايم، ولا واخد له خلوه كده على جنب. طب علوا صوتكم شويه. زهقوا. يعمل ايه ايليا؟ 2 3 استجيبني يا رب استجيبني ليعلم هذا الشعب انك انت الرب الاله. نزلت نار من السماء اكلت الذبيحه وكرشش عليها ميه واكلت التراب اللي حوالين الذبيحه، وكان اثبات انه ده انسان غير عادي. جايه في نهضه امك العذراء الطاهره البتول المطوبه مريم. بعد اذنك لما تقول بشفاعات والده الاله يبقى عن يقين، تتاكد كل التاكيد. الست الحلوه الطاهره دي لما دخلت في عرس قانا الجليل في يوحنا 2 راحت قالت ليسوع ابنها ايه؟ الخمر ليس لهم خمر. شوف الكلام، هي حاسه بالناس، قالت له ليس، ما عندهمش خمره. فقال لها ان ساعتي لم تاتي بعد. التدابير السماويه والاوقات اللي من قبل الله اللي ربنا حاططها بقوانين علويه تتغير قصاد شفاعه الست العذراء. طب ما ربنا مش حاطط في الترتيبات والاعدادات وتنظيم الوقت وتدبير الازمنه انه يبدا معجزات؟ يقول لك تدخل الست العذراء مريم في الموضوع فربنا يعمل تعديل للوقت. يا الله يا راجل، ما في القديم قال لك صلى شعب 12 ربوه في مدينه صلوا لله، فقال لك اتغيرت احكام الله مع اهل نينوى. مش ربنا قال بعد 40 يوم تنقلب المدينه؟ الناس دي قدمت توبه وصلت من كل قلبها لدى الله، اتغيرت احكام الله. شفاعه الست العذراء مريم قويه وفعاله،
تشفع فينا امام الله. ايه اللي يخليك يجي لك مره من المرات كده واد شاب كده زميلك ولا حاجه ولا صاحبك يقول لك لا العذراء، يعني ليه بتطلبوا شفاعه العذراء ولا ليه بتتشفعوا بالعذراء؟ ده في تيموثاوس الاولى اصحاح 2 ايه 5، وفي يوحنا الاولى اصحاح 2 ايه 1 بيقول انه لنا شفيع واحد عند الله الاب. هقول له بعد اذنك بدل ما تقرا ايه واحده اقرا الايه الثانيه، وهو كفاره لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا العالم اجمع. يبقى المسيح فعلا شفيع كفاري، لانه بدم المسيح تغفر الخطيه. لكن انا بكلمك عن الشفاعه التوسليه. بقول لك ايه رايك في واحد زي موسى؟ على ايدين موسى الله خلص شعب بني اسرائيل. عمل ايه ربنا؟ بيد قويه وذراع ممدوده شق البحر واهلك الاعداء، وخلص لدرجه انه اخذت مريم النبيه اخت هارون الدف بيديها، وخرج في اسرها جميع النسوه بالدفوف والتسابيح، ودول كانوا حوالي 500,000، وست فوق 80 سنه طلعت تعزف وترنم لربنا بسبب عظمه النصره اللي انتصروها وخرجوا من مصر. قول لي بقى، لما الناس دي خرجت من مصر راح ربنا كلم الرب موسى قائلا اطلع الجبل. ليه؟ عشان يديله لوحي العهد ويديله الشريعه والناموس ويعلمه اكتر واكتر ازاي يتعامل مع الناس. وغاب كام يوم؟ 40 يوم. غاب 40 يوم موسى فوق الجبل. تحت رجاله، يا رجاله في بني اسرائيل الرجاله جلعت السيدات بتاعتها الحلجان من ودانها والسلاسل والغوايش، واخدوا الذهب ده ادوه لهارون وقالوا له خد سيح واعمل لنا عجل ذهبي. اين الهتك يا اسرائيل؟ عاوزين اله يمشي قدامنا لانه موسى راح يكون مات ما جاش، اعمل لنا اله يا هارون. وهارون خاف وعمل عجل من الذهب. عارفين ربنا قال لموسى ايه؟ موسى لسه فوق في الجبل، يا دوبك عدى ال 40 يوم فوق في الجبل. الكتاب حكيها بالتفصيل في اصحاح 32 في سفر الخروج. كلم الرب موسى قائلا ان شعبك الذي اخرجته من ارض مصر. خد بالك اللغه والكلام طول الوقت في سفر الخروج عشرات، لا ممكن نقول 70 80 100 مره يقول ربنا انا الرب الهكم الذي اخرجتكم من ارض مصر. 100 مره او اكتر. بال100 مره يقول انا الهكم الذي اخرجتكم من ارض مصر. عارفين المره دي اتبرى من الشعب ربنا بسبب الخطايا العظيمه اللي وقع فيها الشعب. فيقول ايه؟ يقول له شعبك الذي اخرجته من ارض مصر ضل الطريق وعبد الاوثان. انزل للشعب يا موسى لاني حمي غضبي عليهم فانا هفنيهم. يقدر يتكلم موسى؟ الناس غلطانه ولا مش غلطانه؟ الناس وقع في خطيه ولا لا؟ عبدت ربنا غير ربنا ولا لا؟ هو في شر اكتر من كده؟ ما فيش شر. اصل دي مش كذبه ولا حلفانه يا ريس كده، لا ده شر عظيم لدرجه انه صعد امام الله من جساوه الشر، وربنا شاهد للشر فاتغاظ ربنا منهم فقال لك انا افنيهم واخلق ناس جديده تبقى لك شعب احسن من الناس ثقيل صلب الرقبه وغليظ الرقبه، الناس اللي رقبتها تخينه دي. اتغاظ منهم قوي ربنا. عارفين موسى يرد ويقول له ايه؟ يقول له لماذا يحمو غضبك على شعبك؟ يا موسى الناس الغلطانه وفي الغلط تسكت. يقول لا اصلك دول يعني انا هشفع فيهم برضه. يقول لربنا لماذا يحمو غضبك على شعبك؟ يا رب لو افنيت الشعب دول امسح اسمي من كتابك الذي كتبته. يعني مش عاوز ابديه، يعني مش عاوز سماء، يعني مش عاوز خلاص، يعني مش عايزك يا رب. ايه الكلام ده؟ ما كده كلام صعب قوي. شوف موسى يطلب الشفاعة من اجل الشعب الخاطي اللي بيعبد الصنم، ويجي ربنا يقول لك ايه؟ فندم الرب على ما كان في قلبه. يا الله يا رب يقول لي انا بقبل الشفاعة. طب لما نيجي في نهضة العذراء ونجيب الاثباتات والايات
اللي زي بولس الرسول يقول ايه؟ صلوا لاجلي لكي يعينني الرب. في 11 آية لبولس الرسول يقول فيهم ايه؟ صلوا لاجلي. يبقى انا اجي اقول لك لا الشفاعة ضعيفة؟ ده شفاعة قوية. طب اقرا رؤية 8 وشوف بقى الحكاوي الحلوة على الملاك اللي يجيب الشورية ويمسكها، وشورية من الذهب وفيها الفحم، ويحط البخور الذي هو لو ايه، ويبدأ يبخر الملاك مع البخور اللي هو صلوات القديسين. عشان كده يا ست الكل لما بتيجي تقولي لي صلواتك يا ابونا، اجي اقول لك صلوات القديسين والعذراء. ده صلوات القديسين وامنا العذراء مسموعة لدى الله. أنا ليه رجاء في المسيح أفكركم بحاجة صغيرة لألا يكون الروتين الذي هو عدو لكل روحانية يخلينا نيجي معديين ونمشي زي ما يرجعنا فاضيين. لا، خد بالك من حتة صغيرة. إيه هي؟ إنه لما بيموت لنا واحد من العيلة، حد جده مثلا، خلينا في جده، لما جده يموت وده حد بتاع ربنا شماس والصليب من ورا ومن قدامه محطوط في قوسين كده حلوين ورايح جاي على الكنيسة، مش بقول لك يا غالية ما تزعليش على جده، بقالك شفيع قريب منك في السماء، صح ولا ايه؟ طب ما امك العذراء اقرب واقرب، ام العذراء اقرب شفيع ليا، نقول لها بشفاعات والدة الاله يا رب نعم لنا بغفران خطايانا. طب خلي بالك من حاجة، في يوم من الأيام يا غالي أنا وإنت هنبقى جده لو أدانا الرب وعشنا. لما هبقى جده وامشي، خلي بالك من سيرتك، عشان يقولوا لعيالك وعيال عيالك جده بقي شفيع. احنا النهاردة بنتشفع بالآباء القديسين، والإمكانية متاحة لنا نصير شفعاء في البشرية إن سلكنا باستقامة القلب. طول الوقت ربنا يقول يا ناس اسلكوا باستقامة القلب في جيل شرير. صدقني الاستقامة القلب بقت فيه صعبة، مش هنقول مستحيلة، بالروح القدس يعيننا ربنا، بس بقى جيل الشر ورانا في كل مكان في كل حتة. بص شرق، بص غرب، تلاقي الشر وراك، فيقول لك طب بص تمسك بما عندك، وإن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت. هو بس الموضوع محتاج مننا شوية جهاد أكتر، عايزين نجاهد أكتر ونتغصب أكتر ونتعب أكتر، ويبقى لنا عشرة وصلاة وعلاقة مع ربنا يسوع المسيح بشفاعة الآباء القديسين، وياخد ربنا صلواتنا يخلطها مع صلوات القديسين يشتمها كرائحة بخور. ما احنا صلواتنا يعني مش كما ينبغي قوي، ده احنا احيانا واحنا بنصلي نتاوب، تقول له ايه؟ من الاعماق صرخت اليك يا رب، يا رب اسمع صوتي. مالك؟ صرخت اسمع وانت بتتاوب؟ معلش يا ابونا صلي لي. صلوات القديسين بشفاعة العذراء ربنا، شفاعة العذراء مريم ربنا يعلمنا كيف نصلي، زي ما التلاميذ راحوا له وقالوا له ايه؟ قالوا له يا رب علمنا كيف نصلي، كيف نسبح الست العذراء اللي قالت هوذا منذ الآن جميع الأجيال ايه؟ تطوبني. ربنا يباركنا كلنا، احنا ملناش غيره، وبشفاعة أمنا الحنينة الطيبة، الأم الحنونة، السماء الثانية العليقة المشتعلة، تابوت العهد، الغالية الثمينة، الحمامة الحسنة، تشفع فينا قدام ربنا، يغفر لنا خطايانا. لإلهنا كل كرامة ومجد من الآن وللأبد.